يبقى هو راجع من الشغل تعبان ومقريف وقاعد، وفجأة تيجي انت تطلبي طلباتك وتحكي كل همومك فينفجر في وشك. فلما ينفجر في وشك ويزعق تقولي طب انا هجيلك كمان شويه لما اكون هادي. يا صلاه النبي، تجيله كمان شويه لما يهدى؟ امال انت دورك فين؟ ولا في حاجه هتنزل من السما تهديه؟ ولا يروح لسلمى وهي بتفطره في الشغل تهديه؟ ولا يروح لامه وتهديه؟ ما تهديه انت. امال انت بتعملي ايه في البيت؟ اي ست تلاقي جوزها مهموم او مشغول لازم تشوف ليه مهموم ومشغول، مش تسيبه لوحده في همه. لازم يكون في مشاركه، عشان لما بتسيبيه وهو مهموم بيروح يحكي لغيرك، وشويه بشويه غيرك بياخد مكانك. وانت كمان اكيد بتواجه مشاكل، كلنا بنواجه مشاكل، بس مش معنى كده انك تخش بيها من باب البيت. خليها معاك، اصبر نص ساعة ولا ساعة لحد الدنيا ما تتظبط. هي برضك مشغولة في شغل البيت، مشغولة مع الولاد، وعندها اكيد مشاكلها، خصوصا لو بتشتغل. يبقى انت داخل بمشاكلك، اصبر بيها شوية، هتحكيها، هتفضفض معاها، بس اصبر لحد الدنيا ما تهدى وتلاقي الوقت المناسب اللي تتكلم فيه عن مشاكلك. وانت كمان استوعبيه وانت استوعبها، علشان احنا لازم نتكلم مع بعض. سبب المشكلة الرئيسية في كل حاجة ان الطرفين ما بيتكلموش مع بعض، بيتكلموا غلط، ونتكلموا غلط بيختاروا وقت غلط. لازم تختار الوقت المناسب والحالة المناسبة اللي تتكلم فيها عن مشاكلك. وانت لما يكلمك عن مشاكله تهتمي بيها، ما تدروش ودن من طين وودن من عجين. ما تتفهيش من الامور ولا تكبري من الامور، حط الامور في مكانها الطبيعي، ما تهيفيش كلامه، ما تتريقيش على مشاكله، عشان ده بداية الجنازة التانية.